بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بينا نعمل شوية تفريزات تنفعنا كده في رمضان، منها اللحمة المعصجة. الكمية دي يا جماعة 1.5 كيلو، وتقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها، أي كمية. القصد من الفيديو ان انا اقول لك هنعمل اللحمة بطريقة يعني تبقى كتيرة معانا من غير ما نغير في طعمها كتير. هنا حطيت اللحمة المفرومة في حلة من غير أي مادة دهنية، وحطيت عليها بصل مفروم. هنا الكيلو ونص حطيت عليه حوالي 1.5 كيلو بصل. وهنا برضو كبة مفروم، الجزر مفروم حوالي كيلو جزر مفروم أو حاجة. تقدري تحطي الجزر بعد اللحمة مفيش مشكلة. وبعد كده حطيت اللحمة. هنا بقى جبت فلفل ألوان وفلفل رومي وفلفل كمان حامي اختياري، وبرضو تضربيهم في الكبة. بس حاولي ما تطحنيش اول حاجة، خليها يعني ايه مفتفتة كده على نفس شكل اللحمة. هنا ضربتهم في الكبة، وتضيفي كام فص توم كمان بدي ريحة وطعم حلو معاهم مع الفلفل. الحاجات اللي احنا بنضيفها دي يا جماعة ما بتغيرش الطعم، وفي نفس الوقت بتضيفي قيمة للأكل بتاعك. هنا نزلت بالفلفل، دي تالت مرحلة. قلبي وخلي النار يعني مايله، يعني هي النار عالي ومتوطيه وسط، بس مايله للعاليه. بعد كده نزلت بحوالي نص دورق او نص الكبه طماطم معصوره في الخلاط او في الكبه مفيش مشكله، دول عشان تستوي فيهم اللحمه. هنا بقى التوابل بتاعتك ملح وفلفل اسمر وجنزبيل وسنه قرفه. ولو عايزه تضيفي، لو عندك بابريكا ممكن تضيفي بابريكا، بتخلي اللون معاكي محمر وحلو جدا. قلبي كده وخلي النار زي ما قلت لك مايله للعاليه. الكميه ما شاء الله هتبقى معاكي كميه ممتازه. هنا لو عندك ليا مفرومه او عندك دهن اللي هو الدوش او البوش فرماه عند الجزار، طبعا انا ما حطيتش اي ماده دهنيه، بقلبه واحطه فيهم كده هيسيح ويديني طعم حلو وريحه حلوه كمان. اختياري، انا بحب احط شويه خضره مع اللحمه المعصجه، في ناس ما بتحطش براحتك، بس هي بتدي لون، بتدي طعم معايا وريحه حلوه. وبكده اللحمه بتاعتي كانت اتعصجت، وما شاء الله الحله دي حله كبيره، حله ألمونيا اللي هي الكبيره دي. عملوا معايا كميه محترمه، عملوا حوالي 3 كيلو ونص او اكتر. انا قسمتهم على 7 اكياس، كل كيس فيهم بيعدي النص كيلو. اعمليها مفروده بالطريقه دي وشيليها في الفريزر، بحيث ان انت لما تطلعيها عايزه تاخدي منها قطعه او عايزه تفك معاكي بسرعه اعمليها كده. تعمليها بقى المكرونه بشاميل كده، وفرتي على نفسك خطوه. تعمليها مع جلاش، تعمليها مع سمبوسه، تعمليها مع مكرونه مسلوقه او صلصه لو يوم مستعجله. بتوفر معاكي خطوات، وكده مليتي التلاجة بحاجات بسيطه جدا. هنا بقولك ان هم عملوا معايا 7 اكياس. فكره اللحمه المعصجه الجاهزه دي يا جماعه حلوه قوي. يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع السلامه.